الحمد لله أحمده، والتوفيق للحمد من نعمه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه، واستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمه وحلول نغمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، افترض الله على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه وآله وأصحابه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة ما زلنا مع ورقة الأستاذ السفير عبده هيجي التي قدمت في مؤتمر التعليم الذي عقد في مدينة أسمرة في التسعينات، نظمتها وزارة التعليم، وكانت بعنوان دور اللغة العربية في الحياة اليومية للمجتمع الإريتري ماضيا وحاضرا ومستقبلا. ويقول في هذه الورقة الأستاذ هناك كانت تطبع وتوزع 3 إصدارات باللغة العربية، هي الجريدة الإريترية الأسبوعية عام 1943، هذا في العهد البريطاني 1944، والجريدة العربية الأسبوعية في عام 1945. وفي ذات الوقت بدأت الأحزاب الإريترية التي أنشئت إبان الانتداب البريطاني، والتي كانت تتنافس بشكل حاد فيما بينها، بدأت تصدر هي الأخرى جرائد مختلفة لشرح أهداف وتنوير القارئ بمستجدات الأحداث وإقناعه بموقفها ثم كسبه إلى جانبها. وكانت للعديد من المؤسسات الخاصة وبعض التجمعات الثقافية إصدارات دورية باللغة العربية. ومن بين هذه الإصدارات صوت الرابطة الإسلامية لحزب الرابطة الإسلامية في عام 1947 ميلاد، الجريدة الإثيوبية لحزب الانضمام مع اسم حزب الدنت، وهو لحزب الانضمام كان يسعى وما زال يسعى هذا الحزب موجود إلى انضمام مرة أخرى إلى إثيوبيا. وهذا الحزب أنشأ هذه الجريدة أو أصدر هذه الجريدة الإثيوبية في عام 1997، وكذلك جريدة نور إريتريا للحزب الموالي لإيطاليا في عام 1947، وجريدة إريتريا الحرة لحزب إريتريا الجديد في عام 1949، ووحدة إريتريا للكتلة الاستقلالية في عام 1950، ومجلة أسمرة الثقافية لصاحبها محمود رابعة التي نشأت في عام 1947، وجريدة الغرفة التجارية الإريترية التي نشأت في عام 1951، والمجلة الاقتصادية الإريترية للإيطالي في عام نشأت في عام 1951، مجلة المنار والثقافة لصاحبها صالح عبد القادر بشير التي نشأت عام 1954، وكانت مجلة المنار الثقافية واسعة الانتشار في إريتريا وخارجها، حيث كان لها قراء في القاهرة
وبيروت وبغداد آنذاك. وفي ذات الوقت كانت العديد من الجرائد والمجلات العربية الأسبوعية منها والشهرية متوفرة في الأسواق والمكتبات الإريترية، مثل جريدة الأهرام وآخر الساعة وروز اليوسف والمصور ومجلة العربي. إذن هذه المنطقة إريتريا كانت علاقتها مع اللغة العربية قوية بهذا التاريخ الذي سرده الأستاذ السفير عبد هيجي. وهذه الجرائد العربية كانت تأتي من مصر ومن بيروت وغيرها، لذلك وانتشرت في تلك الفترة كذلك الأغاني السودانية في المحلات التجارية والمقاهي، لأن كان تواصل بين الشعبين قبل أن ينفصلا، مثل الفنان الكبير أحمد مصطفى والفنان الحاج محمد أحمد سرور، ليس سرور، سرور لوحده هي أسرة إريترية، وأما هذا اسمه سرور وفنان معروف يغني، والفنان حسن عطية والفنان عثمان حسين وغيرهم يحيون الأمسيات الغنائية في أسمرة ومصوع وكرم باللغة العربية. إذن الشعب كان يستوعب هذه الأغنيات وكان يتفاعل معها في ذاك الوقت. وكذلك كانت دور السينما في أسمرة ومصوع وكرن، دور السينما في أسمرة ومصوع وكرن تعرض بعض الأفلام المصرية على مدار العام. أما سينما إمبيرو فكانت تعرض فيلما مصريا أيام الجمعة وأفلاما مصريا جديدة أيام العيد والمناسبات الدينية. طبعا لم يكن هنالك جهاز التلفاز في ذاك الوقت، فالناس كانوا يذهبون إلى دور السينما ويشاهدون هذه الأفلام. وفي هذه الفترة بالذات انتعشت السياحة في إريتريا، كانت بلد جميلة ونظيفة وبلد بارد فيه مناخ، عدة مناخ، فالناس كانوا يأتون إليه في إريتريا، وكان معظم السواح يأتون من السودان والسعودية لقضاء حاجاتهم، وفي الغالب لقضاء شهر العسل والاستجمام. حتى بعد التحرير بدأت هذه الحركة، حركة السواح، كانوا يأتون إلى إريتريا خاصة من السودان والخليج. ومن هنا نستنتج أن اللغة العربية إبان العهد البريطاني انتشرت انتشارا واسعا، وتضاعف نطاق استخدامها والاهتمام بتعلمها وصبر أغوارها، حتى أضحت لغة هامة من حيث سعة نطاق التعامل والتواصل بها. هكذا رأينا في هذه الورقة التي قدمها الأستاذ السفير عبد هيجي، رأينا هذه اللغة العربية في العهد البريطاني. إذن ماذا كان دور اللغة العربية إبان فترة الفيدرالية؟ بعد أن انتهى الانتداب البريطاني كانت هنالك فترة فيدرالية بين إريتريا وإثيوبيا، وفي هذه الفترة الفيدرالية استمرت وتيرة استخدام اللغة العربية ودورها في الحياة اليومية للمجتمع الأريتري، بحكم انتشارها كلغة تواصل وتفاهم واتساع دائرة السجال السياسية بين مختلف الأحزاب والكتل السياسية والنقابية حول مستقبل ومصير إريتريا. وبذات المستوى ازداد إلى حد ما استخدام اللغة العربية في الدوائر الحكومية والدوائر الخاصة والأهلية في كافة أنحاء البلاد. وكان للجالية العربية باع طويل في تمويل وبناء مزيد من المساجد والمعاهد والمدارس التي تدرس اللغة العربية، كما أخذت تدعو علماء ومدرسين مصريين من الأزهر الشريف واليمن
للعمل كخطباء في المساجد ومدرسين في المدارس والمعاهد المنتشرة في أنحاء العالم، في أنحاء البلاد. وفي هذه المرحلة بالذات عاد العديد من علماء الدين الأريتريين الذين تخرجوا من الأزهر الشريف والمدينة المنورة وغيرها، وقد عمل هؤلاء كمعلمين في المعاهد والمدارس وقضاة شرعيين في المحاكم الإريترية ومترجمين وكتاب في الصحف اليومية، بيد أن أكثر ما تميزت به هذه الفترة هي المناقشات الحادة التي جرت فيما سمي آنذاك بالبرلمان الإريتري فيما يتعلق باللغة الرسمية للبلاد. فقد أجمعت كل الكتل والأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها وبرامجها السياسية عدا حزب أندنت الذي يدعو إلى وما زال يدعو إلى الوحدة والرجوع إلى أحضان إثيوبيا. هذا الحزب رفض أن يعترف باللغة العربية، أن تكون اللغة العربية إلى جانب لغة تجرينيا لغة رسمية. اعترض هذا الحزب وما زال يعترض. قد أقر البرلمان ذلك، وكان ذلك تأكيدا صريحا وواضحا بأن اللغة العربية في إريتريا لها دور مهم ومكانة كبيرة في هذه البلاد. هكذا يقول الأستاذ السفير عبد هيجي. ومن العوامل التي أثرت والمؤثرات المذكورة آنفا في انتشار اللغة العربية، الجالية العربية وفتح المدارس والمعاهد والطرق الصوفية التي كانت تحتفل باللغة العربية والقرآن الكريم، وهنالك خاصة المناخ السياسي الذي ساد البلاد إبان الانتداب البريطاني، وحتى مرحلة الفيدرالية ساعدت كثيرا على جعل اللغة العربية إحدى لغات التواصل الأساسية، ولغة يعبر بها الناس عن مشاعرهم الدينية وتوجهاتهم السياسية، ويسمعون بها صوتهم للعالم الخارجي، ويمارسون بها التجارة ويتعاملون بها مع السياح، ويعبرون من خلالها عن مكنوناتهم الثقافية والوجدانية. إلى فاصل قصير مشاهدي الأعزاء ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى بعد فاصل قصير، وما زلنا مع ورقة دور اللغة العربية في المجتمع الإريتري تاريخيا في الماضي والحاضر والمستقبل، التي قدمها الأستاذ السفير عبد هيجي في مؤتمر التعليم في التسعينيات في مدينة أسمرة. ويقول: ومن هنا نستطيع القول إن سنوات الانتداب البريطاني والفيدرالية كانت أكثر سنوات خصوبة بالنسبة للغة العربية، بحيث أصبح لهذه اللغة دور مؤثر في المجتمع وحياته اليومية. إذن هذه في مرحلة الفيدرالية لم تنضم إريتريا غصبا عنها إلى إثيوبيا. أما اللغة العربية إبان فترة الاحتلال الإثيوبي الذي أنهى الفيدرالية وضم إريتريا، وأصبحت إريتريا جزء لا يتجزأ من إثيوبيا. يقول الأستاذ السفير
عبد هيجي حارب الاستعمار أو الاحتلال الإثيوبي منذ البداية اللغة العربية على أساس الاعتقاد بأنها، لأن الحبشة هي للأسف الشديد يعني هي دولة أكثر سكانها من المسلمين، ولكن تقلب النصارى عليها أصبحت دولة مسيحية مركزية محورية في هذه المنطقة. يقول: حارب الاستعمار الإثيوبي منذ البداية اللغة العربية على أساس الاعتقاد، وما زال هذا الاعتقاد موجود في إريتريا، أنها لغة المسلمين، وأنها لغة القرآن، وأنها لغة العرب، هكذا، بأنها لغة المسلمين المعارضين للفيدرالية ثم الضم والرافضين للوجود الإثيوبي في أريتريا، وأخيرا الداعمين للثورة الأريترية. وبذات المستوى حارب الاستعمار أو الاحتلال الإثيوبي لغة التجرينيا كذلك، ثم أقدم على إحراق العديد من الكتب والوثائق المكتوبة باللغة العربية أولا، ثم بالتجرينيا لاحقا، هكذا. الآن كثير من الوثائق التي كتبت باللغة العربية ضاعت في عهد هذا الاحتلال المجرم الإثيوبي. وناصب الإثيوبيون منذ البداية وبصورة مكشوفة وعلنية العداء للغة العربية باعتبارها لغة معادية لتوجهاتهم ومصالحهم في إريتريا، واعتبروا الدول العربية والإسلامية دولا تتدخل في الشأن الإثيوبي لتعاطفها مع الحق الإريتري ولما تقدمه من دعم وتأييد للثورة الإريترية. هذا الأستاذ السفير عبد هيج هو من كوادر حزب الجبهة الشعبية تحرير إريتريا قبل التحرير، وبعد ذلك الجبهة الشعبية للعدالة هو من كوادرها، ولكنه للأسف الشديد تعرض إلى السجن، وهكذا كما تعرض زملائه الذين ناوئوا هذه السياسة الموجودة الآن في البلاد. وكان الإمبراطور هايلي سيلاسي يدعي بأنه من سلالة اليهود، وأنه ادعى، هو ليس من اليهود لكن ادعى، ولأن العالم كان يعني تحت قبضة اليهود، ونتيجة لذلك طرد الإمبراطور في الستينات الآلاف من أعضاء الجالية العربية في إريتريا، طردهم ثم سحب رخص الآلاف منهم حتى أجبر السواد الأعظم منهم على مقادرة البلاد باتجاه اليمن والسعودية ومصر وغيرها. وفي ذات الوقت ألغى الاستعمار الإثيوبي اللغتين العربية والتجرينيا، يعني تضامنهم ووحدتهم مع إثيوبيا لم يشفع لهم حزب أندنة الذي كان يريد أن يضم إريتريا، وما زال لم تشفع له هذا الود بينه وبين إثيوبيا، حتى اللغة التجرينيا ألغيت كلغتين رسميتين للبلاد، وفرضت اللغة الأمهرية كلغة رسمية ولغة تدريس في المرحلة الابتدائية، على أن تدرس كلغة في المرحلة الإعدادية والثانوية، كما اشترط النجاح فيها للالتحاق بجامعة أديس أبابا. فمنذ إلغاء الفيدرالية في عام 1962 وحتى إعلان الاستقلال في عام 1991 عمل المستعمرون أو المحتلون الإثيوبيون بكل طاقاتهم على اجتثاث اللغة العربية من إريتريا عن عمد وسابق إصرار، ويمكن القول بأنهم نجحوا في تحجيم دورها كلغة تتعامل بها الدوائر الحكومية، وإن كانوا فوق طاقتهم إلغاؤها كلية من داخل المجتمع الإريتري، لأن غالبية المسلمين في إريتريا ما يعادل 85% من سكان إريتريا مسلمون. هذا تاريخ اللغة العربية بان عهد الاستعمار الإثيوبي، والآن اللغة العربية إبان مرحلة
أو في فترة مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال. عندما نشأت حركة التحرير الإريترية في عام 1958 في مدينة بورسودان على يد الأستاذ محمد سعيد ناود رحمه الله، سارت على نفس نهج الأحزاب والكتل السياسية الإريترية، حيث جعلت اللغتين العربية والتجرينية لغتين أساسيتين في التواصل. اللغة العربية واللغة التجرينية والتجرايت والأمهرية هي مصدرها، هي لغة عربية. اللغة الحبشية تتكون من الأمهرية والتجرايت والتجري، هذه لغة جعزية يمنية حميرية، وكانت أداة للتعبئة والإقناع هذه الأحزاب وإيصال خطابها السياسي وتوجهاتها وأهدافها لعامة الناس. هذه حركة التحرير الإريترية التي نشأت في بورسودان، وأهدافها لعامة الناس سواء بداخل الوطن أو خارجه. كانت هناك منشورات وأدبيات باللغتين العربية والتجرينية. وكانت الحركة رغم سرية نشاطها وأجواء القمع والتعسف التي كانت سائدة آنذاك تصدر بين حين وآخر بياناتها ومنشوراتها ودورياتها باللغتين، وتوزعهما في المدن الأريترية والسودانية وبقية بلاد المهجر. ويقول الأستاذ السفير عبد هيجي: ونجحت الحركة إلى حد كبير في إيصال رسالتها واستقطاب الكثير من فئات المجتمع، سواء كان ذلك بالانضواء تحت لوائها أو التعاطف مع أهدافها وتوجهاتها. ومن بين أهم إصدارات حركة التحرير الإريترية التي نشأت في مدينة بورسودان عام 1958 كانت لها إصدارات من الكتب. آنذاك نذكر أحرار إريتريا يقدمون القضية الأريترية في عام 1960، وإريتريا بين الماضي والحاضر والمستقبل، وإريتريا ضحية المطامع، ثم قصة الاستعمار الإيطالي لإريتريا. وكانت هنالك إصدارات أخرى مثل مجلة صوت أريتريا ونشرة الحقيقة. وكانت اللغة العربية ملازمة لكافة نشاطات الحركة منذ نشأتها. وبذات القدر استخدمت جبهة التحرير الإريترية التي نشأت في القاهرة عندما التقى مجموعة من النخب والقادة الإريتريين، أنشأوا ما يسمى بجبهة التحرير الأريترية. استخدمت اللغتين العربية والتجرينية في كافة تعاملاتها، وبحكم إفرازات النضال السياسي السلمي وما تمخض عنه من نتائج وآثار في التركيبة الاجتماعية والسياسية للمجتمع الإريتري، فقد سادت اللغة العربية داخل الجبهة أكثر من التجرينية، لأن عدد المسلمين اللي كونوا هذه الجبهة أكثر من النصارى لم يأتوا إلا في السبعينات، وكانت لأنهم كانوا مع حزب إندنت وهو الوحدة مع إثيوبيا، لذلك كان يكرهون جبهة التحرير الإريترية أو الثورة الإريترية. وكانت اللغة العربية داخل الجبهة لغة حية في التواصل والسجال، وحتى في مناهج الجبهة التعبوية والتثقيفية والإعلامية. استخدمت جبهة التحرير الإريترية اللغتين في كل اجتماعاتها وفي مؤتمراتها، وكذلك مراسلاتها الداخلية والخارجية، كما ألزمت المدارس التي أنشأتها في الداخل وفي السودان ومعسكرات اللاجئين إلى التدريس باللغتين العربية والتجرينية. ونجحت الجبهة باستخدامها للغة العربية في إسماع صوت إريتريا واستعطاف الشعوب العربية وحكوماتها مع القضية الأريترية.
حيث اهتمت العديد من الأوساط والصحافة العربية بتطورات الأحداث في الساحة الإريترية، وبدأت تنشر أخبار الثورة وتكتب مقالات تبرز عدالة القضية الأريترية ومشروعية الكفاح المسلح، وتدحض الادعاءات الإثيوبية بأحقيتها في إريتريا. وكانت لجبهة التحرير الإريترية منشورات وأدبيات كثيرة باللغة العربية، منها منشورات الثورة عام 1964، مجلة الجهاد 1966، الميدان 1970. هذه كلها كانت منشورات وأدبيات للجبهة جبهة التحرير الإريترية قبل أن تتشرذم وتتقطع. وكذلك الثائر الإريتري والنضال الإريتري في عام 1972 أول سبتمبر في عام 1976. المجلة الداخلية عام 1977 نشرت الأخبار الأسبوعية وكالة الأنباء الإريترية في عام 1978 وكفاح إريتريا وغيرها. هذه كل أدبيات كانت تكتب باللغة العربية. وحين انشقت قوات التحرير الشعبية عن الجبهة في عام 1970، هذا تاريخ عام 1970، والتي تحولت فيما بعد إلى الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا في عام 1977، كانت اللغة العربية إلى جانب التجرينية حاضرة في كل خطاباتها وأدبياتها السياسية والتثقيفية والتعبوية والإعلامية. إلى حلقة جديدة مشاهدي الأعزاء الكرام، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.